السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم من جديد. قبل أن نبدأ في هذا الفيديو هناك كبسة حمراء مكتوب عليها اشتراك أو سبسكرايب أسفل الفيديو، انزل واضغط عليها لكي تشترك معنا لتصلك الفيديوهات أولا بأول. عمل المسقة 20 لتر، تكلفة بسيطة مريحة. تجيب الازازة دي بتشتريها من البقال فاضية أو مليانة، تخرمها بمسمار زي ده كده، خرم هنا أهو وادي خرم هنا أهو، وبتملى الإزازة ماشي. تجيب جردل زي ده وتبتدي تقطعه مربعات. المسافة اللي بتسيبها ده بتحوالي 7 سم. المسافة اللي بتسيبها من الأرضية لغاية أول فتحة 7 سم. ما تعملش فيه فتحات كتيرة، بتعمل فيه بتاعت 4 فتحات بس زي ده كده. ساب 7 سم تفتح الفتحة. الفتحة دي كبيرة، فتحة قصيرة مش هيجرى لها حاجة. 4 فتحات اهم معمولين. الغطا بتاعه، الغطا بتاع الجردل بتفرغه من النص من هنا على قد الإزازة. ليه؟ عشان بيقفل يحكم الإزازة، من ناحية ما تخليش حاجة تخش فيها، ومن الناحية التانية ايه؟ بيثبت الإزازة. ديت بقى عايز تملاها، الإزازة دي 20 لتر، عايز تملاها كلها ماشي، عايز تملى نصها ماشي، وليها غطا، عايز تحط الغطا ماشي، متحطش الغطا ماشي، مش فارقة. أهم حاجة إن احنا عملنا الخرمين، هنسخن مسمار، هنسخن الفتحة، الخرمين اهم معمولين اهو، خرم من هنا وخرم من هنا. بقى عندنا بس 20 لتر مش هتكلفك 10 جنيه. جبت الازازة فاضية من عند البقال ده مليانة، نحط كده الجردل اهو، تقلب كده تقيلة طبعا، تعمل كده بتثبتها في النص اهي، وتجيب الغطا اللي انت فرغته على قد الازازة، وانا اللي فاتح فيه الفتحة دي. يعني القطع من نص الفتحة ديت عشان خاطر ما طبقش الازازة. ثبتها كده اهو، برجع عليها تاني اهو. بقى عندنا مسقة 20 لتر زي دخل فيها بقى، وانت دخل فيها بقى تراب، دخل فيها اي حاجه، واخد بالك، بتجيب الازازه تعملها كده، تنزل شويه ما دخلت فيها، الميه تاني بتبتدي تعبي تاني ميه نضيفه زي ما انتم شايفين. وانتظرونا في فيديوهات تانيه.